أنا الرفيق عبد الله الشبلي، رئيس مجلس محافظة الرقة للحزب السوري للمستقبل. طبعا بشكل عام كمفهوم الديمقراطية هي ديمقراطية مفهومها تعني حكم الشعب نفسه بنفسه، هذا بشكل عام حسب مفهوم الفلاسفة اليونانيين لمفهوم الديمقراطية. نحن كشعب شرق أوسط موجود، كلمة الديمقراطية لم نلامس روحها أو لم نعايشها أو لم نفهمها أو نطبقها بشكل حقيقي سابقا بسبب قيادة الأحزاب السياسية، بسبب وجود حزب سياسي واحد هو حزب البعث العربي الاشتراكي الذي لديه نظرة شمولية، لديه نظام حكم مركزي يمنع هذا الحزب وجود أحزاب ثانية تعبر عن رؤياها السياسية، تعبر عن حرية آرائها وحرية برامجها. طبعا كمفهوم الديمقراطية ونشر هذا المفهوم أو وجود الديمقراطية في مجتمعاتنا هو ليس بالأمر السهل. فسابقا تطرقنا أنه كان هناك حزب البعث موجود يمنع وجود أحزاب سياسية تعبر عن رأيها، تعبر عن برنامجها، تكون لها رؤية في القرار السياسي في سوريا. طبعا نحن كحزب سوريا للمستقبل ركزت خلال عامين فعالياتنا ونشاطاتنا على الوضع السياسي، شرح الوضع السياسي بشكل عام، على فضح المؤامرات والمخططات التي تسعى تركيا وتسعى الدول الأخرى لتقاسم النفوذ في مناطقنا. ركزت هذه النشاطات والفعاليات على شرح هذه المخططات وعلى شرح الرؤية التي تسعى الدول الأخرى لتقسيم سوريا، ونحن كحزب سوريا للمستقبل لا نسعى للتقسيم، بل هدفنا الأول والأخير هو وحدة الأراضي السورية أرضا وشعبا. العوائق المجتمعية سابقا لا توجد في مجتمعاتنا حرية التعبير من قبل أبناء هذا المجتمع. كان يوجد هناك خوف، يوجد هناك رعب من قبل أبناء الشعب، من قبل أبناء هذا المجتمع، بسبب وجود الذهنية الأمنية التي تلاحق أي شخص يحاول أن يكون لديه رؤية أو يكون لديه برنامج عمل سياسي يؤثر على نظام الحكم أو يؤثر على الأشخاص الموجودين في نظام الحكم. فهذه الأجهزة الأمنية كانت تخلق لدى أبناء شعبنا نوع من الرعب والخوف، مما يؤدي إلى عدم تقبل أي حزب يأتي بفكرة جديدة أو بمشروع جديد. أنا كحزب سوريا للمستقبل حزب وليد، حزب لديه مشروع جديد يحاول قدر الإمكان من خلال وجوده بين مجتمعاتنا، من خلال طرح رؤيته أن يكون له قاعدة جماهيرية قوية، من خلال وجوده ضمن المحافل الدولية يحاول قدر الإمكان أن نطرح برنامجنا وأن يكون لدينا دور فعال في حل الأزمة السورية، وأن يكون لدينا وأن يكون لدينا برنامج عمل يشمل كافة شرائح المجتمع السوري بكل مكوناته وبكل أطيافه. آلية عملنا طبعا نحن كإدارة ذاتية في شمال شرق سوريا، هذه الإدارة هي إدارة منتخبة من قبل شعبنا في شمال شرق سوريا. نحن كحزب
سوريا المستقبل ندعم هذه الإدارة الذاتية في شمال شرق سوريا، ونحاول قدر الإمكان أن نطبق برنامج عملنا كحزب سوريا المستقبل من خلال هذه الإدارة في المجال الاقتصادي، في المجال الزراعي، في مجال الصحة، في مجال التربية والتعليم وإلى آخره في كافة المجالات. فنحن كحزب سوريا المستقبل نرى أن هذه الإدارة إدارة ناجحة استطاعت أن تحقق إنجازات عظيمة، وخاصة في مدينة الرقة بعد الدمار الذي حصل في مدينة الرقة من قبل تنظيم داعش الإرهابي بعد دماره في مدينة الرقة. فاليوم ما نراه ما حققته هذه الإدارة في مدينة الرقة هو إنجاز بمدة زمنية قصيرة، فنعتز نحن بإدارتنا في شمال شرق سوريا، ونحن نسعى لأن تصل إلى الهدف المطلوب هو خدمة شعبنا، وهو الهدف المرجو من تشكيل هذه الإدارة.